بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم البنات؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم واسمحوا لي على الغياب، لانه تعرفوا الظروف، كل انسان وعنده ظروفه. المهم البنات، ونفس الشيء انا شويه زعفانه منكم لانه ما كانش تفاعل في القناه للاسف، رغم يعني وش نقدم لكم. نحاول دائما نجيب لكم اما جديد يا اما تقليدي، وفي نفس الوقت يكون مليح ويعجبكم. المهم البنات، اليوم جبت لكم حلوى رائعة بنينة بنينة بزاف يا البنات، وتذوب في الفم، تستاهل تجربة. ما عندي ما نقول لكم، وبطريقة جديدة اللي هي حلوة الجلجلان، مش نفسها طريقة يعني تقليدية. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نحتاج البنات كيس فاني وكيس خميرة الحلوى. نحتاج 3 ملاعق من الحليب البودرة، وبيضتين، نصف كأس من السكر المتوسط هو نفسه اللي استعملته، نصف كأس أو 6 ملاعق من اللوز المطحون مع القشرة، يكون محمص جيدا. وفي نفس الوقت تقدروا تعوضوه بالكاوكاو أو الفول السوداني ولا أي مكسرات حبيتوها. ملعقة عسل وملعقة كراميل عفوا. هذه هي فقط المقادير. أول شي حطيت السكر، نضيف عليه 3 ملاعق من الزيت، نضيف عليه البنات الزبدة طارية 125 غرام زبدة مع رشة الملح. طبعا ما تنسوش دائما الملح، لأنه يعمل توازن في الطعم، ويجيكم يعني الكيكة ولا أي شي تعملوه يعني يجيكم مليح، ما يكونش ناقص حاجة. ضفت عليه البنات ساشي تاع الفاني كما يعني شفتوا سابقا، أو ملعقة كبيرة شوية من الفاني. يعني مكونات سهلة جدا في كل منزل. وراح نضيف عليهم البنات الملعقة تاع الكراميل والعسل بعد ما نخلطهم مليح، يعني خلطهم جيدا باش الكراميل والعسل يتخلطوا بهذه الطريقة يعني، ولا أسهل. ملعقة فقط، ملعقة من العسل وملعقة من الكراميل، يعني كل نوعية مليحة. تخلطوا كل شي المقادير مع بعض ونضيفوهم في الصحن يعني عادي. يعني ولا أسهل البنات، صدقوني حلوة بنينة راح تفرحكم وتفرح العائلة نتاعكم. فقط كما ديما نقول لكم تبعوا المقادير. ضفت لهم البيضتين يعني كاملة، ونكمل باقي المقادير كما تشوفوا. ضفت عليهم 3 ملاعق، دائما نعود لكم المقادير تاع الحليب البودرة واللوز، ونخلط كل شيء، عفوا كل شيء مع بعض، يعني نخلطوا كل شيء مع بعض بالملعقة أولا، يعني بالملعقة. تحاولوا ديروا نوعا ما كريمة يعني بالملعقة فقط، لأني راح نحتاج المضرب الكهربائي من بعد يعني البنات. يعني ولا أسهل كما قلت لكم، سهل جدا. هنا راني جبت المضرب اليدوي، وتخلطوا جيدا المقادير بهذه الطريقة. تخلطوا البنات حتى تحصلوا على كريمة، يعني يكون خليط كريمي، يعني كامل هذا المقادير تولي لكم كريمة باش تجيكم الكيكة تاعكم ولا الحلوى نتاعكم خفيفة، تعتبر بين الكيكة يعني والحلوى الجافة يعني. وهنا البنات ضفت لها اللوز المحمص، ويكون مرحي جيدا، يعطيكم ذوق رائع في الحلوى، أو كاوكاو ولا أي مكسرات حبيتوها. نعود للمكون الرسمي تاع الحلوى هذه، اللي هو الجلجلان أو السمسم، يكون محمص تقريبا كأس من السمسم. ونضيف عليه يعني نحاولوا نخلطوا المقادير مليح بهذه الطريقة، يعني باليد فقط. وتقدروا تستعملوا البيتخا ولا كما حبيتوا يعني البنات. انا نستعمل اليد تقريبا دائما باش نعرف القوام الجيد مليح. ونخلطوا مليح هذه يعني المقادير قبل لن نضيفوا الفارينة، يعني هذا اخر شيء قبل لا نضيفوا الطحين الابيض او الفارينة. ضفت كاس كبير من الطحين الابيض، راح نضيف عليه يعني خميرة الحلوى اللي ساشي، اللي هي واحدة يعني فقط خميرة الحلوى. ونكمل يعني نواصل العجن الحلوى نتاعي. ونقدروا البنات نضيفوا في الفارينة حتى نتحصلوا على كما نقولوا عجينة طرية. لازم تكون طرية البنات باش تجيكم خفيفة وتذوب في الفم يعني سهلة. ونواصل البنات الخلط او العجن حتى نتحصلوا على يعني قوام اللي حبيته يعني انا.
يكون خفيف باش تجيكم نفس النتيجة. لازم ما ديروهاش العجينة قاسية، درتوها قاسية بزاف مش راح تنجح لكم الوصفة، لانه هو يجي خفيف وطري كما قلت لكم ويذوب في الفم ذوبان. نواصل نضيف في الفارين البنات، تقريبا دات لي كأسين ونصف من الفارينة يعني او الطحين الابيض، ونخلطوا هكذا البنات فقط. وراح نوري لكم القوام اللي راح نوصل ليه. كما قلت لكم قوام يكون طري، لازم يعني اذا كانت على حسب الفرينة تشرب ولا لا. المهم عينك ميزانك البنات، لازم تكون عجينة طرية من الاحسن، خاصة اللي محبوش يعسلوها راح نحكي لكم في الاخير تشوفوا النتيجة والطريقتين اللي حبيتوها. يعني هنا ضفت شوية اخر شيء شوية فقط من الفرينة او الطحين، وباش نوصل القوام اللي قلت لكم عليه يكون خفيف ويكون يتلاصق. يعني خلوها تلاصق عادي جدا، ما ديروهاش قاسيه البنات، لانه كما قلت لكم تجيكم ما تجيكمش النتيجه نفسها وما تجيكمش خفيفه يعني مليح. هذا هو القوام المناسب اللي وصلنا ليه. نجيبو صحن الفرن عادي ندهنوه بالزبدة ونحطو الخليط كما تشوفوا البنات هنا، ونحاولوا نسووه ما ديروش خشين بزاف باش يطبلكم وتجيكم النتيجة نفسها. يعني ما تحاولوا ما ديروش السمك كبير بزاف، ديروا يعني سمك شوية رقيق بهذه الطريقة، نفس الشيء اللي في الفيديو تشوفوه يعني. واللي حبت البنات ديروا في مول السيليكون، ولا انا حبيت نديرو كيما حلوة السنيوة يعني المعروفة، لكن هي حلوة الجلجلان يعني. وعلى طريقتي كما قلت لكم يعني ما شاء الله تجيكم ولا اروع كما عودتكم. وبزاف اخوات اللي حبوا يعني يعملوا وصفاتي وعجبتهم. نجيبوا شويه بياض البيض فقط باش ندهنوا به الوجه، باه نرشوا به يعني الحلوى نتاعنا. نحاول البنات ندهن كامل السطح يعني بياض البيض فقط مع البانسو كما تشوفوا، ولا اسهل ندهنوها بالكل يعني كامل. باش نرشوها بالجلجلان وتكون يعني كامل على الوجه نفسه، لانه نستعملوا بياض البيض باش يلتصق لكم السمسم او الجلجلان. وهنا البنات جبت كمية من الجلجلان ورشيتها، لانه هو الراعي الرسمي لهذه الحلوى اللي هو السمسم. يعني ديروا كمية مليحة تغطوا الوجه مليح مليح بهذه الطريقة يعني، ولا اسهل. انا استعملت المحمصة، تقدروا تستعملوا يعني العادية اللي مش محمصة. ونواصل هكذا نرشوا فيها حتى يعني تعمر لكم الوجه مليح مليح بهذه الطريقة. ونقسمها البنات مربعات أو مثلثات على حسب الرغبة، ونحطها في الفرن على 180 درجة. جبت تقريبا نصف كأس من العسل، تقدروا تستعملوا أكثر يعني، مع ماء الزهر تقريبا ملعقتين كبار من ماء الزهر، لازم يكون خفيف. أنا كان عندي شوية ثقيل البنات العسل. وترشوا، أنا حبيتها تجيني ما تجينيش معسلة يعني القلب معسلة يعني عادي فقط الوجه. وزدت طر لكم يعني هذا، وتخلوها جانبا البنات، وجانبا حتى تشرب. وبعد ما بردت هذه النتيجة كما تشوفوا يعني ولا أروع، بنينة شيشة طارية، ما عندي ما نحكي لكم، عندها ذوق مميز. اللي حبت البنات تديرها يعني بالجهة المعسلة حتى القلب، تضيف كأسين من العسل تغطيها مليح وتتشرب مع ماء الزهر طبعا. واما التزيين اختياري البنات، انا استعملت تزيين عادي جدا بسيط فقط للعائله لانها مش يعني للضيوف. اما اللي حبت تديرها للضيوف تستعمل مكسرات ولا اي شيء اللي حبيته يعني كما قلت لكم حسب الرغبه. انا حبيتها هكذا البنات مقرمشه وهشوشه عاديه يعني فقط معسله من فوق. وكما قلت لكم هذه طريقتين، يا اما تعسلوها بالكامل يا اما تعسلوها غير شويه الوجه تعطيكم ذاك اللمعان والطراوه في نفس الوقت. المهم البنات والله حلوة ولا أروع، تستاهل التجربة، تذوب في اليد قبل الفم وتصبر يعني. تقدروا من الحلويات يعني تخلوها يعني أيام عادي جدا. نتمنى إن شاء الله عجبتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر حلو أو مالح، فقط دعمكم خيتي كما نقول لكم دائما، والسلام عليكم.